إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فتح الحديث عن الولد وتربية الولد الشهية بحديث متزايد عن هذه القضية لأهميتها البالغة، ولأن عليها يدور رحى مستقبل هذه الأمة وجودا وعدما. فالتربية بشكل عام مسألة حيوية لنا أهل الإسلام، لذلك كان علينا الاعتناء بها اعتناء مضاعفا، لما في ذلك من تأثير مباشر على المجتمع كله سلبا أو إيجابا. فالمجتمع إما أنه سيسعد وإما أنه سيشقى بحسب أحوال أبنائه. إذن فالقضية تحتاج إلى ووقفة بل إلى وقفات. ولبيان عظيم شأنها لهج الأنبياء والمرسلون والصالحون بالدعاء يسألون الله عز وجل الصلاح والهداية للذرية. فيقول أبو الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما حكاه الله تعالى عنه في القرآن: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وزكريا عليه السلام ينادي ربه بقوله: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وها هم المؤمنون كما أخبر الله عنهم أنهم يقولون في دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والرجل الصالح إذ أنعم الله عليه فهو يتذكر نعمة الله عليه فيقول ما تقتضيه النعمة من الشكر والاعتراف بالفضل. قال تعالى حكاية عنه أو حكاية قوله: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. عباد الله، فهؤلاء الأنبياء والصالحون والمؤمنون يلجؤون إلى الله عز وجل، يستعينون به على هداية أبنائهم الصراط المستقيم، وأن يصلحهم وأن يعيذهم من
مكائد شياطين الإنس والجن، وأن يحفظهم بالإسلام ويرزقهم الثبات والاستقامة عليه، فتلك قرة أعين المؤمنين. لما يعلمون الأنبياء والصالحون والمؤمنون، لما يعلمون أنهم وأبناؤهم وجهان لعملة واحدة، والعملة هي الإيمان والصلاح والاستقامة. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قال أهل العلم: فالآباء اجلس يا أخي، اجلس وتحول إلي. قال أهل العلم تفسيرا لهذه الآية، قالوا فالآباء يوم القيامة قد تعلو منزلتهم وإن ضعفت بأعمالهم، إكراما من الله للأبناء الصالحين. وقد يرفع الله منزلة الأبناء، يعني وإن ضعفت أعمالهم، إكراما للآباء الصالحين إذا كان الإيمان جامعا للجميع. انتهى كلامه. فعباد الله، لجوء الأنبياء والمرسلين والصالحين والمؤمنين بالدعاء إلى الله رب العالمين بعدما كان من العمل والجهد المبذول في تربية الأبناء لأكبر دليل على عظم شأن تربية الولد، وأنها مسألة تعنينا جميعا، وهذا الذي ينبغي ويجب ويلزم الاعتناء به وإعطاؤه الوقت والجهد اللازمين حتى نحقق قرة العين، وهو صلاح أبنائنا الذي بهم وفقط يتحقق لنا صلاح مجتمعنا الذي ننشده. فلنوجه جميعا صوب هذا الأمر التربية الصالحة، فنسعد ويسعدون في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأنه مما ينبغي أن يعلم ويحفظ أن تربية الأولاد أساسها أمران لازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. الأول وهو الأعظم إرادة الله عز وجل، وهبته وعطاؤه وتوفيقه وتسديده وعنايته. لذلك كان ذلك اللجوء من الأنبياء والمرسلين والصالحين. والثاني تربية الولد وصلاحهم واستقامتهم متوقف بعد الأول علينا نحن آباء وأمهات، متوقف على سكنات وحركات الآباء والأمهات. ذلك ما قال النبي الكريم محمد صلى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، قال وهو يخاطب الأبوين يخبر عنهما بقوله: يولد المولود على الفطرة، وفطرة كل مولود هي الإسلام، هي توحيد الله عز وجل، هي لا إله إلا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأبواه، يعني الأب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أن الأبوين هما في المقام الأول سبب هداية أولادهم أو سبب شقائهم وضلالهم. قال عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه، يعني يصيرانه يهوديا، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عباد الله، إن إصلاح أولادنا وتربيتهم هو في المقام الأول فرض لازم يؤاخذ العبد إن هو قصر فيه أو تركه وأهمله، فنحن مدعوون أهل الخير، فنحن مدعوون أهل الخير والصلاح وأهل المسجد وأهل الصلاة إلى جعل هذا الأمر الحيوي أولوياتنا نهتم به ونبذل في سبيله الغالي والرخيص. ولما أقول نحن إنما أعني أهل الصلاة والمسجد من يظن فيهم الخير والصلاح، فهم أحق الناس وأولاهم بتوجيه هذا الخطاب إليهم. فالناس تبع لكم، إن أحسنتم أحسنوا، وإن كان غير ذلك فإنما يقع اللوم عليكم، لأنكم أنتم القدوة والأسوة لغيركم. عباد الله، عني السلف الصالح رضي الله عنهم بتربية أولادهم وتهذيبهم وتأديبهم عناية ما بعدها عناية، حتى كانوا رضي الله عنهم ورحمهم الله حتى كانوا يفعلون العبادة صلاة وصياما وصدقة يريدون بها صلاح أولادهم. قال بعضهم: إنا لنصلي الصلاة وما نريد إلا أولادنا. والمقصود غاية الإحسان إلى الولد حتى في العبادة، لعل الله عز وجل يصلحه ويحسن إليه. ولنا قول الله عز وجل بيان لهذا الأمر، قول الله عز وجل في سورة نقرأها كل جمعة، في سورة الكهف: وكيف كان إحسان الله عز وجل إلى أولئك الصبية بإحسان أبيهم وصلاحه. قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. عباد الله، هذا الإحسان وكذلك في الإساءة، هذا الإحسان وكذلك في الإساءة جزاء وفاقا، فكما تدين تدان وكما تفعل يفعل بك. ولما كان الولد قرة عين والديه وفلذة كبديهما اقتضت حكمة الله عز وجل أن تظهر آثار معاصي العباد وتنعكس على الأولاد. فكما رأينا من ذلك ما يدعو إلى مزيد خوف وخشية من عواقب المعاصي والفجور وعدم المبالاة بمكر الله عز وجل وشديد عقابه. قال بعض السلف مع قلة ذنبهم وشديد انتباههم وعدم غفلتهم رحمه الله قال: إنا لنرى أثر الذنب مصيبه على أهلنا ودابتنا، فمن يصاب في أهله وأولاده فلينظر إلى نفسه فإنما أتي من قبلها. السلف على قلة ذنوبهم. واسمعوا هذا على سبيل المثال ما قال خارجة ابن مصعب أحد فقهاء المدينة السبعة، الفقهاء المشهورون وكانوا 7 في المدينة. قال: صحبت بن عون، عبد الله بن عون، إمام من أئمة البصر، والذي جاء بعد الحسن البصري وابن سيرين وغيرهما، إماما علما
يقول صاحبت ابن عون 24 سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. 24 سنة قال فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. هذا أنا أقوله على سبيل المثال. فالسلف مع قلة ذنوبهم كانوا يحرصون على عدها ويخشون أن تصيب آثارها أولادهم. فكم هي ذنوب ومعاصي وهي كثيرة بلا شك، أفلا نخشى منها على أولادنا؟ وكثيرا ما كنت أسأل عن البلوى التي تصيب الأولاد من أمراض وعاهات وسوء سيرة من صحبة أشرار وتعاطي المخدرات، فكنت أقول مجاوبا من يسألني قل هو من عند أنفسكم، هي ذنوبنا تظهر وتبرز على أولادنا ونسائنا، بل حتى على دوابنا. الدواب اليوم هي السيارات. وأذكر أنه مرة من المرات يعني وقع لي حادث يعني بمفردي أنا والأهل، فابنتي قالت يا أبي هذه العين، احنا يا أخي كل ما نصاب بشيء نحصره في العين، نحصره في أسهل ما يمكن. العين حق، النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق وأكثر أمتي إنما يموت بالعين، وهذا نحن لا نحس به ولا نشعر، لكن هذا العين هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي نؤمن به ونحفظه، لكن لا نلصق التهمة به. ما نقولوش واحد لما يصير له حاجة قال للعين هذا العين ضربات العين، إنما لضربه ماشي العين الذنب الذنوب. إذا فقلت هذه أثر ذنوب، أما العين لسنا مكلفين شرعا بأن نلصق التهمة بها. إذا أقول وأختم بهذه الوصية وهذه الكلمة القيمة الطيبة. قال صالح الدمشقي لابنه رحم الله الجميع، قال له يا بني، شوف الناس اللي تربي أولادها على القناعة، ما تربيش وليدك على الطمع وعلى الجشع وعلى أن يتعلق ما في أيدي الناس، ربيه على القناعة وربيه على هذه المعاني العظيمة. يقول صالح الدمشقي يا بني إذا مر بك يوم وليلة 24 ساعة، إذا مر بك يوم وليلة قد سلم فيها، يعني سلك قد سلم فيها دينك. شوف هاي الأسس والأساسيات. دينك قد سلم فيها دينك وجسمك ومالك وعيالك، يعني الوالدين في المقام الأول وخالتك وخواتك، فأكثر شكرا لله تعالى. فكم من مسلوب دينه ومنزوع ملكه ومقصوم ظهره وأنت في عافية وستر وأمن، وأنت في عافية وستر وأمن. يحسن توجيه هذه الكلمة من كل أب لابنه لتحسيسه بما يجري لغيره من أطفال من عوز وفقد لتلك النعم. بل العوز اليوم أطفال في بلاد شتى معرضون ليس للتشريد والجوع والعراء والبرد القارس، بل معرضون للقتل. شفتوا وصل في باكستان معرضون للقتل. ما لا يحفظ لا مكتوبا ولا مسموعا في كتاب، لا مسموعا لعالم حي أو ميت، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدين العظيم الذي جاء به يحكى أو يحفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل صبيا، لا يحفظ لا مكتوبا لا صحيحا ولا ضعيفا.
حتى التزييف مهما زيف المزيفون والأعداء والمحرفون والمستشرقون على كثرتهم بتحريف دين الله عز وجل وتزييف حقائقه، لكن الكفار وغير الكفار ما وصل بهم الحد أن يزيفوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قتل طفلا. ما كاش هذا أبناء الكفار، ما تكلموش على أبناء المسلمين. خاطر المسلم اقتل لك ابنك، إذن أنا أقتل ابنه انتقام. هذا الإسلام الذي يراد إشاعته ونشره ودعوة الناس إليه. إذن نسأل الله تعالى العصمة وأن يحفظنا وأولاد المسلمين من كل ذنب وخطيئة. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.